السلام عليكم جاليتنا الكريمة، معاكم العقاري حيدر من ولاية كاليفورنيا. أنا حيدر الزبيدي، لايسنس بولاية كاليفورنيا، أشتغل ويا سنتري 21. وبالإضافة لهذا أنا مستثمر بالعقارات، أشتغل بالاستثمار بغير ولايات اللي هي الميدويست وألاباما. الفيديوهات اللي نسويها على التيك توك حاليا هي فيديوهات بسيطة تشرح بيها طريقة الاستثمار اللي أنا أسويها والشركة مالتي نسويها. استثمار هو جدا بسيط، بس الناس اللي ما عندها معلومات تحتاج توعية حتى لا يقعون بأخطاء ويخسرون فلوسهم. فبدنا نحاول نسوي فيديوهات الغاية منها هي مجرد توعية وتعليمية فقط للناس اللي حابة تستثمر، الناس اللي عندها أسئلة بدنا نجاوبها. وبدنا نفتح لايف يوميا الساعة 5 العصر بتوقيت كاليفورنيا، فاللي يريد يتابعنا على التيك توك ساعة 5 العصر بتوقيت كاليفورنيا جاي افتح لايف ونجاوب على كل الاسئله. اي واحد عنده سؤال من جاليتنا الكريمه باي مكان كنت انت بامريكا اسالني بخصوص الاستثمار وانا جاوبك. نفتح لايف تقريبا 3 ساعات مثل البارحه، فنجاوب على كل الاسئله اللي احنا نعرفها. السؤال اللي ما نعرفه نسجله نكتبه واروح اسال بيه واجيب لكم الجواب بعدين. اغلب الناس اللي تراسلني هسه حاليا على التيك توك يردون يستثمرون مجال العقارات. الاستثمار هو كالاتي: الطريقه اللي احنا عاجبتنا ودائما نسويها وحبيناها ونعرف لها وعندنا خبره بيها بدنا نعلمها للناس. وان شاء الله بالسنه الجايه بشهر الواحد او بشهر الثاني راح ندخل بتفاصيل اكثر ونعلم الناس. اريد اخلي اغلب الشباب والبنات الناس العراقيين الموجودين بامريكا يعرفون الاستثمار بالعقارات وما يقعون بخطا ويخسرون فلوسهم. هوايد ناس تخابرنا وياهم اليوم احد تخابرت تقريبا ويا 4 اشخاص، كل واحد من ولايه، بس كل واحد جاوبته على الاسئله اللي هو كان يفكر بيها ويريد يعرف معلومات مضبوطه ودقيقه. الحمد لله شكر قدرت اجاوبهم. الناس دا تسالني على الخاص، بس انا افضل اسوي فيديو والمعلومات تكون للكل. بخصوص الاستثمار احنا نشتري هسه. خلينا نعطيكم مثل على شركه برمنغهام الاباما. ولايه برمنغهام الاباما احنا ناخذ برمنغهام العفو ناخذ بولايه الاباما برمنغهام بيوت قديمه ما تكلفنا تقريبا 50% من قيمه البيوت اللي موجوده بالسوق. يعني البيوت اللي حاليا موجوده بالاباما برمنغهام بين الثلاث غرف نوم الى حمامين، 4 غرف نوم حمامين، 4 غرف نوم 3 حمامات، تكلف بين ال 95,000 الى 115,000. هذا جديد مترمم جاهز معروض حاليا بالماركت للناس اللي تريد تشتري. احنا ما نشتري هذين البيوت اللي معروضه ب 95,000، احنا نشتريهن تحت قيمه السوق عن طريق هولسيلرز. حكينا شلون نعرف الهولسيلرز. الهولسيلر هو ياخذ البيت بالجمله. هولسيل معناها جمله. ناخذ البيت بقيمه الجمله. يعني هذا الشخص نلقاهم عن طريق الفيسبوك جروبس. تدخلون عن طريق الفيسبوك تضيفون نفسكم الجروبات استثماريه. جروبات استثماريه معناها مثلا اذا انت بولايه الاباما على سبيل المثال تريد تستثمر، تكتب الاباما ريل استيت انفستنج او الاباما ريل استيت انفستمنت جروبس، او تكتب مثلا الاباما ريل استيت اوف ماركت ديلز، او تكتب الاباما ريل استيت هولسيلرز. راح تطلع لك جروبات اريدك تضيف نفسك به، تكون من ضمن الجروب. راح تقرون التعليقات، راح تقرون البوستات اللي موجوده من خلال وجودكم بالجروب. راح تقرون ناس عندها صفقات يردون يبيعوها، تلقون هولسيلرز عندهم صفقات. فانتم الطريقه اللي تسووها تتواصلون وياهم وتحصلون السعر اللي انتم تردونه. فلازم اول شيء تتعلمون ايش قد السعر اللي يفيدكم حتى ما تطبون به بخساره. الطريقه احنا نعرف قيمه السوق ايش قد، احنا ناخذها 50% ديسكاونت، 50% ديسكاونت نشتري. ولازم البيت ما يكلفكم اكثر من $20,000 على سبيل المثال. حتى تكون مرحله الريفاينانس راح تقدرون تسحبون الفلوس اللي خليتوها كمقدمه كداون بيمنت. يعني على سبيل المثال البيت سعره $40,000، تخلون المقدمه 10% 4000، والباقي راح تجيبونه عن طريق هارد ماني لون اللي هو لون استثماري. لان هذا البيت لانه قديم ما مؤهل انه ياخذ عليه لون. هذا البيت ما مؤهل انه تسحبون عليه لون قبل 30 سنه اللي هو كونفشنال لون. فناخذه لون استثماري بانترست كلش عاليه لمده شهرين. احنا نرممه ويا كونتراكتر لايسنس كونتراكتر هناك، ورا ما يترمم نسوي ريفاينانس اللي هو اعاده تمويل. نسدد الهارد ماني القديم ونسوي له اعاده تمويل حتى نقدر نسحب الاكوري. لان انت من تسوي له ترميم راح تصعد قيمه البيت
من 40 ل 60 ألف راح يكلفك، راح تصعد قيمة البيت إلى 95 ألف، بين ال 95 ألف إلى 115 ألف. فهاي الطريقة اللي إحنا نسحب الأكوري اللي هو المبلغ فقط اللي خليناه كمقدمة. ليش؟ لأنه إحنا نريد نسوي كاش فلو، نريد كاش يجينا. إذا أسحب كل الفلوس راح المورجج ما يغطي، المؤجر ما يغطي دفعات المورجج. فلهذا اسحب فقط المقدمه اللي خليتها بالبدايه، والفيز اللي هي الكلوزنج كوست والفيز اللي احتاجها اللي دخلت بها بالبدايه. هاي الشغلات اللي فقط المبالغ الوحيده اللي انا اسحبها. حتى لو بامكاني اسحب 20,000 دولار، انا ما اسحب 20,000 دولار، اسحب فقط ال 4,000 اللي خليتها بالبدايه. ليش؟ حتى البيمنت مالتي المورجج تكون 600 دولار 650 دولار، ومن اجيب مؤجر اجيبه عن طريق الكاونتي، عندهم سكشن 8 فاوتشر، والمؤجر يدفع لي بين ال 1150 الى 1200، والمؤجر يدفع لي المورجج مالتي، يدفع لي التاكس مالتي، وتزود لي بال 500 دولار كاش فلو. لازم تشوفوا لكم مانجمنت كومباني، المانجمنت كومباني تكون لوكال، تدفعوا لهم 100 دولار او 10% من قيمه الايجار، الجروس انكم احنا نقوله. فهاي الطريقه اللي احنا نسويها ونعيدها، لانه احنا نسحب الكاش. فالكاش بين ما نسحبه احنا نشتغل على الكاونتي، نسوي وياهم انسبكشن، يتاكدون انه البيت صالح للسكن، وبعدين نجيب مؤجر، وال 4000 احنا اوريدي مخلينه بيت جديد، وهكذا. هاي الطريقه اللي احنا نسويها، حكيتها بطريقه يعني بسيطه، بس اللي يريد يعرف اكثر تفاصيل، اللي عنده هوايه اسئله بخصوص الموضوع، راح نفتح لايف اليوم ان شاء الله الساعه بالخمسة العصر، ويوميا نفتح لايف احنا بالخمسة العصر. اذا في حال ما نقدر او يصير شيء ونسوي لها ريسكاجوال، مو مشكله، راح تلقونا تقريبا اي يوم الساعه بالخمسة العصر بتوقيت كاليفورنيا. تحياتي.